كتيرة مهمة للكوتش. ان شاء الله البانل بتاعنا هتتكلم عن توبيك مهم جدا جدا. اعتقد كلنا مرينا بالمرحلة دي، مرحلة الاحتراق المهني او ما يسمى بالبيرن اوت، وبنسعى الى الوصول الى المرونة النفسية. التوبيك تقيل بصراحة، وكان عندنا تحدي كبير انا والساده الضيوف ازاي نغطي ده في الوقت القليل اللي احنا مسموح لنا بيه. بس ان شاء الله نتمنى في الدقائق المعدوده دي نقدر ندي لحضراتكم باذن الله مفهوم بسيط وروشته نطلع بيها، لان المهم العمل وازاي نحقق ده مع نفسنا عشان نقدر نعمله مع العملاء بتوعنا باذن الله. طيب يسعدني النهارده يكون معانا في البانل شخصيات انا يعني بصراحه فخوره ان انا موجوده معاهم، لانهم ما شاء الله عندهم من الخبره العمليه الكثير بالاضافه الى العلم. هنرحب طبعا ليديز فيرست، ف هنرحب معنا بدكتور سماح عبد الرؤوف، شكرا لايف كوتش في سي سي اي سي اف، مدرب دولي معتمد من جامعه AUST، متخصصه في الاضطرابات والعلاج السلوكي المعرفي، ومتخصصه في ADHD as a coach. طبعا في حاجات كتير جدا، بس انا اخدت الحاجات المهمه لان السي في عامله ما شاء الله. معنا كمان دكتور ياسر عبد النظير، مدرب معتمد الاي سي اف، ما شاء الله علم النفس الايجابي، خريج فيه كوتش بالانياجرام، واهم حاجه بصراحه يعني لفتت نظري استشاري العافيه النفسيه. فحسيت ان الرجل المناسب في المكان المناسب، وما شاء الله عدد ساعات التدريب والاستشارات 3000 ساعه و4000 ساعه، فده يؤكد ان في خبره عمليه كبيره. يسعدني اكون مع حضراتكم المحاور داليا حجازي، انا اساسا دراستي الاكاديميه مهندسه معماريه، معتمده من الاي سي اف از ريليشن شيب اند سيستماتيك كوتش. الحمد لله بفضل الله برضه داخله في علم النفس الايجابي والصحه النفسيه واشياء كتيره. انا بحب جدا اوصف نفسي بكوتش العيله والشباب، لان انا مهتمه جدا جدا بالعيله والتعامل مع بناء شخصيه الشباب. الحمد لله بعد طويل في القصه دي، وكاتبه مصريه صدر لي 3 كتب بفضل الله في معرض الكتاب الدولي 2024 و2025، وكانوا موجودين في 2026. طيب النهارده باذن الله احنا عايزين نفتح الاذان ان احنا نستمع كانسان قبل ان نكون كوتش، احنا انسان. ناخد 5 دقايق كده كل واحد مع نفسه يصفي ذهنه تماما تماما، ويعمل شوت داون لفكره المتخصص، ويفتح بوابه المتعلم. بس مش اي متعلم، المتعلم الرحيم مع نفسه، لان التوبيك بتاعنا هيتكلم عن هذه الصفه اللي احنا في زحمه الحياه فقدنا. ازاي نكون رحماء مع انفسنا علشان نقدر نفهم ايه احتراق نفسي ويعني ايه مرونه نفسيه، ونستفيد من الروشته البسيطه اللي ان شاء الله هنقدمها لحضراتكم. طيب نبتدي بقى، بما ان يعني اتكلمنا على فكره الانسان، فعايزه اسال دكتور سماح، حضرتك لما سمعتي كده احنا بنتكلم على الرحمه بنفسي، فممكن تقولوا لنا ايه يعني ايه من المفهوم ده يؤدي ان انا ممكن لو ما نفذتوش اوصل لاحتراق المهني؟ وانا طبعا برحب بالحضور جميعا، وشكرا جدا ان انا معاكم النهارده. شكرا طبعا دكتور ناديه وكل الكرو بتاعها. فانا مبسوطه جدا جدا ان انا في وسط الباقه الجميله دي من الكوتشز. بالنسبه لموضوعنا، هو من لا يرحم لا يرحم، واولى حد بالرحمه هو نفسك. علشان تقدر تدي لازم تكون انت اصلا واخد رحمه. ازاي تبقى شبعان رحمه؟ فكره الاحتراق النفسي او البيرن اوت، سواء على الصعيد المهني ككوتش او على الانسان حتى اللي بيشتغل حتى لو هو في البيت، مشكلته كلها ان انت ما اشتغلتش بالكفاءه والفاعليه المطلوبه منك. بمعنى ايه؟ لما تحط نفسك في كفاءه فعليه، انا عايز اعمل ايه؟ وبعمل ده ليه؟ ومع مين؟ وامتى؟ لما تيجي تبدا في السمارت جول بتاعك، سواء انت ام، سواء انت اخت، سواء ايا كانت الريليشن اللي انت فيها، علاقه مهنيه، علاقه انسانيه، فانت محتاج تبدا برحمه نفسك. ازاي؟ ما عليش الجوده بتاعت سقف توقعاتي في نفسي، ده رقم 1. انا فين؟ في المكان ده انا فين؟ مهاراتي ايه؟ امكانياتي ايه؟ عشان كده يقول لك ابدا بنفسك، انك تعمل لنفسك اناليسيس. العلم موجود ومتاح والمعرفه
معرفه بتعلم. طب تعالوا لما نعمل لنفسنا سوات ونقول لنفسنا ان انا عندي مهارات معينه، عندي تحديات معينه، ده انا عندي امكانيات اقدر احولها من تحديات لايجابيات، من سلبيات لايجابيات. يعني ببساطه هتغير النظره علشان تكون اولى بالراحه. فده ابسط تعريف تقول لنفسك كن بنفسك رحيما. لمستي قوي كن بنفسك رحيما. طيب دكتور ياسر، في فيلسوف كوري من اصل الماني اسمه بيونغ تشون هان بيقول اسمه سهل قوي بصراحه جدا. صعبش الموضوع. يعني ما علينا هنقول هان، يعني انا قلت ببساطه علينا نقول هان. عنده كتاب اسمه مجتمع الاحتراق النفسي. فبيقول فيه بيقول ان المشكله دلوقتي في الاحتراق النفسي ان هو بقى مرض العصر، وهو مش من قله الامكانيات ولكن المفاجاه هو من فرط الامكانيات. فبما ان حضرتك بقى خبير في العافيه النفسيه نقدر نربط ده ازاي؟ الكلام ده ليا انا صح؟ طبعا. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم اكبر. موضوع الاحتراق النفسي انا بشوف ان هو حاله من الانهاك في 3 حاجات: انهاك جسدي وعاطفي وعقلي. ال3 حاجات دول لم يتم ادارتهم بفاعليه او بنجاح، فبالتالي بقى احتراق نفسي. الدراسات بتقول ان من 10 ل 50% من الناس اللي بتشتغل في مهن المسانده او المساعده بيتعرضوا لبيرن اوت او احتراق نفسي. في بعض الدراسات الحديثه بتقول ان الاخصائيين النفسيين والمعالجين النفسيين 60% منهم بيحصل لهم احتراق نفسي، وفي خلال ده وهو بيحصل 50% منهم عندهم حاجه اسمها ايموشنال اكزوشن، عندهم انهاك عاطفي. وفي عالمه اسمها كريستين ماسليتش او كريستين ماسليك او كريستين ماسليش حسب النطق، بتقول ايه؟ بتقول ان الموضوع ده ليه 3 ابعاد. البعد الاول اللي هو الايموشنال اكزوشن اللي هو الانهاك العاطفي. بعده بيحصل حاجه اسمها تبلد او تجرد. الحاجه الثالثه بيحصل حاجه اسمها نقص في الشعور بالانجاز. يعني احنا كمتخصصين او ككوتشز ممكن حد يبقى عنده ريفليكشن على الموضوع ده. فده وجهه نظري عن الاحتراق النفسي. حلو قوي موضوع الانجاز، لان الانجاز في حد ذاته هو غايه الانسان بيسعى لها، ولكن الانجاز ممكن يتحول الى نقمه لما يحصل فيه افراط، او يبقى هو ده في مسمى. انا يعني برضو عجبني قوي فكره ان انا دخلت فيه ان انا اعد الانجاز، عد التارجت، عد التاسكس. فان احنا كانسان وانا لما افهم ايه وظيفتي في الدنيا انا عبد لله عز وجل، والله عز وجل اداني حريه كبيره اقدر اعيش بيها في الدنيا عشان ما ابقاش عبد لحد الا هو. فلما يتحول عفوا لما يتحول انا كانسان عندي من كتر البرمجه اللي بتحصل لنا الخارجيه حاليا ان يلا خليك اتشيفر، يلا انجز، يلا ان عندك كام فولورز، اخبار الريلز اللي بتعملها ايه، كم عدد الكلاينتس اللي انت بتخدمهم، المستفيدين بتوعك ايه، اتعلمت كام بروجرام، خدت كام اعتماد. وده يعني اعتقد احنا از كوتش ده برضو احنا بنقع في هذا الفخ، زي ما استاذه ميادة كانت بتتكلم على حته الازدهار والنمو. ما هو انا بتعلم، ولكن هل العلم اللي بتعلمه ده هو الغايه الوحيده في الحياه؟ طب هل انا اكتفيت باللي اتعلمته وطبقت ولا هل من مزيد؟ فده دكتور سماح بقى ينقلنا للنقطه الثانيه، ازاي افكر بطريقه ثانيه تساعدني ان اخرج من الفخ ده. هي فكره مهمه قوي قوي، ان انت مفيش حاجه هتفوتك. يعني طول ما انت بتلاحق نفسك وبتعمل لنفسك فلو، ليه؟ هو انت دلوقتي عندك هدف، والهدف بتاعك انت حاطط له تحديات معينه وحاطط له تايم معين وحاطط له امكانيات عندك تقدر تعملها، سواء في الباكج الكفاءه الماليه بتاعتك
او الساعه المهنيه بتاعتك او القدره النفسيه. لكن الملاحقه زياده عن اللزوم بالظبط كده، كأن انا حاسس طول الوقت ان انا قاعد مستني هو في حاجه ناقصاني عايزه اكملها. لكن فكره ان انا بعمل اللي عليا في اطار البلان اللي انا حاطه، ده بيساعدني ان انا اصلا يكون عندي مرونه في تقبل حتى انجازاتي واخفاقاتي. يعني فكره ان انا بدور على مكافئتي دايما هي حاجه حلوه جدا، لكن فكره ان انا بدور على سقطاتي دايما هو شيء سيء للغايه. لكن لو انا مثلا واخده ستيبس معينه، يعني هقول لكم مثال عن شركه تويوتا. شركه تويوتا بتعمل حاجه اسمها الكايزن، بتستخدم طريقه اسمها الكايزن. وات از ايه ده يعني؟ دي عباره عن اهداف صغيره قوي، اللي هو ايه؟ واحده عايزه تخس، فلما اقول لها مثلا روحي العبي نص ساعه على التريدميل او كده، او تمشي ساعه، لا ده انا بقول لها ايه؟ روحي بس قربي من المشايه كده، اقعدي 5 دقايق وتعالي. مش لازم ان انت تأدي بيرفكت، لكن خدي الخطوه النهارده. ليه مهم الخطوه يا دكتور؟ ليه مهم ان انا ابتدي لان خطوه صغيره؟ هتكسر حاجز السلج زي ما بيقولوا، اذابه السلج. علشان ابتدي اخد الخطوه حتى لو صغيره هتبتدي تخليني احس ان انا عملت شيء. فاحساس الانجاز ان انت عملت شيء في البلان بتاعك بيخليكي تدوري على اللي بعده ويبقى سهل عليك. لان فكره ان كلنا بيحصل لنا بانيك من ان انا هعمل كل ده حاجه كبيره جدا عليا. طب الشخص بقى اللي هو اصلا اتشيفر واللي هو اصلا بيحب ينجز 1 و2 و10، التو دو ليست بتاعه مليانه، يعمل ايه يا دكتور ياسر؟ اول حاجه hold your identity. يعني في الاخر كده ان شاء الله نموذج اسمه هيومن، ده هتكون الروشته ان شاء الله. اول حاجه افصل نفسك عن انجازاتك. انت لست ما تنجز، دي حاجه مهمه جدا. الناس زمايلنا اللي دارسين انياجرام عارفين ان في حاجه اسمها تايب 3 او النمط الثالث، هو ذا اتشيفر، المنجز. فبسبب رساله معينه في الطفوله كان انت قاعد بتعمل ايه؟ انت ما بتعملش حاجه، انت لازم تعمل حاجه، وارتبط عنده ان هو لازم يكون بيعمل حاجه ولازم يكون ناجح، فعشان كده يبقى اتشيفر. فقيمتي تساوي انجازاتي. اول حاجه لو انت من الناس دي افصل قيمتك عن انجازاتك. غالبا الناس دي بيبقى عنده خوف من الفشل وعنده فير من الريجكشن، عنده خوف من الفشل وعنده خوف من الرفض. لو قدر، وكان حد من زمايلنا ربنا يحفظها كانت بتقول الجذور، يعني قالت كلمه جذور اكتر من مره، فدي الجذور. انا خايف من الرفض، انا بخاف من الفشل، فقيمه النجاح والانجاز والطموح هيبقى توب بريورتيز عندي. وبالتالي اليوم اللي انا مش هعمل فيه نجاح، مش هعمل فيه انجاز، فانا مفيش فاليو ليا. انا كنت كده، انا كنت هذا الشخص، انا بدور على قيمتي في عين الناس. وده كان حصلت ليه زي ما كده بنقول الجذور، لان انا حصل دروب عندي معين كده في حياتي العلميه، فالعيله استعارت مني. قعدت اثبت للعيله دي لما كنت حاسه منهم كلهم، بس انا كل حاجه ضاعت. فتره مراهقتي ضاعت، علاقتي بولادي ان انا استمتع بيهم، قطر ماشي عماله بحقق اشيفر. وكان كل اللي يهمني الناس، انا حلوه كده وانتوا مبسوطين مني، هو ده اللي انا عايزه اسمع دي. حتى مع مبسوط، طب قول بقى ربنا يخليك يا ماما. ما كانش في بقى حته ان هو في ربنا اصلا، وان كل حاجه اول ما سلمت، وكأن الكانسر ده برضه جاي الواحد يعني الخبطه اللي هي وربنا عايزك، خلي بالك. فانا اول ما سلمت الناس خلاص ما بقتش شايفهم. انا انت خارجه، هو ربي اللي كونني وخلقني فما بقتش القصه. عشان كده بجد متفقه جدا مع حضرتك قلته. طيب دكتور ياسر، حضرتك اتكلمت دلوقتي على الاتشيفر. طيب الشخص بقى اللي هو ايه العاطفه بتاعته بتحركه، اللي هو عايز انت قلب الكارير ده نعمل فيه ايه؟ يعني انا بكون كوتش وعندي الموضوع ده حاجه اساسيه انا في صفاتي الشخصيه. فلما اسمع بقى واحنا بنتعلم المهارات بتاع الكوتشنج، المواجده، التعاطف، طب اعمل ايه بقى مع العميله اللي قدامي اللي عماله تعيط، او مع العميل اللي جاي المستفيد اللي جاي يحكي لي على مديره اللي عمل فيه وهو مش قادر يتحمل ده، فاصيب بايه؟ ما هو الاحتراق النفسي جزء منه جاي من الجزء بتاعنا الداخلي. اعمل ايه؟ يمكن
يمكن هنربط بين البوزيتيف سايكولوجي علم النفس الايجابي والانجرام، يعني نتكلم براحتنا. في عندنا تايب 2 تايب 4 وتايب 3. كل واحد فيهم عنده آلية دفاع عن النفس اتكونت وهو عنده 24 شهر، حاجه اسمها السيلف ديفense ميكانيزم. تايب 2 آلية الدفاع عن نفسه اللي بيحمي بيها نفسه من الناس، عنده حاجه اسمها ريبريشن اللي هو بيدفن احتياجاته، وبتبقى الناس عنده حجمهم اكبر من حجمه، وده بيبان في العطاء المفرط، ودايما بيكون في حاجه الناس. فحته الريبريشن دي لو نيجي ربطناها بالانهاك العاطفي او حاله البيرن اوت، هو كل حاجه بتحصل له هو بيريبريس او هي بتريبريس. فليتر اون ده بيبان سوماتيكلي، الناس بعد الشهر اللي بيحصل لهم حاجه في الزايده مره واحده، حاجه في القولون، حاجه في المراره مره واحده، بيبقى دايما عندهم ضيق في التنفس او في مشاكل في الغدد او الحاجات دي كلها، فده ليه علاقه بالكلام ده. هنيجي لتايب 3. تايب 3 هو ايموشنال سنتر، بس هو بيجري على المشاعر. ليه؟ لان المشاعر معطله. عنده جمله كده يقول لك ايه؟ المشاعر مش هتوقف، المشاعر ما بتاكلش عيش، فبيجري على المشاعر. اوكي؟ هنيجي لتايب 4، عنده حاجه اسمها، دي حته خطيره جدا لو حد تايب 4 يبقى ياخد باله منها، عنده حاجه اسمها انتروجكشن، استدماج. والاستدماج انا بشفط من بره لجوه، عكس البروجكشن الاسقاط اللي هو من جوه لبره، تايب 6 بروجكشن. فالاستدماج دي حته اللي هو انا قاعد بتكلم مع العميل وبيحكي لي ان هو متالم وكتافه فيها مش عارف ايه، فاي جيت انتروجكتد، بلبس القصه وسوماتيكلي اللي عنده بيجي لي. فدي الانتروجكشن حته اعلى شويه من الامباثي، احنا مطلوب مننا ان احنا نكون امباثيك. الاعلى من الامباثي بصوره غير صحيه اللي هي السيمباثي. فالانتروجكشن شبه السيمباثي في الحته دي. فلما بدخل في قصه العميل بيحصل لي انا ايه؟ بشيل. وطبعا النيورو ساينس ليه حته في دي، في حاجه اسمها الميرور نيورونز هنا في الحته دي كده. الميرور نيورونز دي هي اسمها الخلايا المرئيه. وانا قاعد بتفرج على الريلز او بتكلم مع الاشخاص، انا انكونشسلي بدون وعي بنقل افكارهم ومشاعرهم وسلوكياتهم. وكل ما الشخص كان عنده ميرور نيورونز اعلى، خلايا مرئيه اعلى، قدرته ان هو ياتراكت او يجذب الحاجات دي بتكون اعلى. فبالتالي اهلا وسهلا بالبيرن اوت لو انا عندي الحاجات دي. فمحتاج ان انا افصل نفسي ويبقى عندي شيلد كده وانا بتعامل مع الكلاينت. اخد بالي الاول ان هي دي اسمها انتروجكشن، اخد بالي ان دي اسمها سيمباثي، اخد بالي ان اسمها ريبريشن. وبالتالي المعرفه دي في الاول، او انا كوجنيتيفلي عرفت ده، فانا يمكن 50-60% حليت المشكله. فابدا بقى ايه؟ لا دي مش قصتي، دي مش بتاعتي، انا هنا كلاينت. دي بقى مش قصتي، وافصل نفسك عن عميلك، وافصل نفسك عن بقيه المحيطين بيك. طب دكتور سماح، لو احنا بقى جينا اتكلمنا عن حاجه عمالين نسمعها واحنا لسه في توك قبل كده كنت بتتكلم عليها، فكره حط حدود لنفسك. عايزين نعرف بقى ايه انواع الحدود، لان هو مش حد واحد. لا طبعا. واسمحي لي بس اقول برضو ان في بريني براون كانت بتقول على موضوع الحدود ده، ان الاحتراق الداخلي هو نتيجه عدم معرفتي انا كانسان اضع حدود صحيه مع الاخرين ومع رغباتي. يعني عشان كده بقول لحضرتك انواع الحدود ايه؟ ايوه، هي الحقيقه كانت اول انواع الحدود اللي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين، انك انت ازاي تقول لا. يعني ايه ازاي تقول لا؟ احنا تربينا في مجتمع ومعتقد اللي بيقول لا ده سيء الادب. كل اللي بيقول حاضر ونعم ده حاجه يعني ده ابني مطيع. احنا عندنا مشكله في مفهوم المعتقد. دايما الطاعه مش هو ان هو ما يعرفش يقول لا، وفي نفس الوقت انك تقول لا ده مش معناه ان انت سيء الادب او سيء الخلق. فكره الحدود لها انواع كتير قوي. لو انت ليك حدود مهنيه في الشغل فانت لازم تقول 3 لا. يعني ايه بقى 3 لا دول؟ اللي هو لا انا مش حاضر طول الوقت، لا انا عندي تاسكس واخدها وملتزم بيه، لان انا في الاصل عندي جوب ديسكريبشن بره انت مديهاني اصلا وانا ماشي عليها، عندي اناليسيس للجوب المفروض ان انا همشي عليها،
انت كده بتحطني في البرن اوت. طب الثالثه ايه؟ ان انا اقدر اقول لك ان ده مش هقدر انجزه في الوقت المطلوب، لكن اديني مساحه من الوقت. يبقى انا في الجزء المهني قلت هنا الثلاثه لا صح. طيب لو انا قلت ده في الجزء العائلي، انا دلوقتي مطالب بالبروتوكول العائلي ان انا بحضر جميع المناسبات والافراح. طب انا عندي شغل، طب انا عايزه اعتذر، بس مامتي بتزعل، بس اخواتي هيزعلوا، بس الاسره لا. انا ممكن اقول يا جماعه انا نفسي قوي اكون معاكم. الطريقه كانت سوزان بيرمان قالت حاجه حلوه قوي، كانت عامله كتاب ازاي تقول لا لكل دول، وكانت ملخصه النقط دي في انك انت هي الطريقه اللي انت بتقول بيها لا، هي الوقت اللي انت قلت فيه لا، هو تقبل الاخر اللي انت قلت لا. ده بقى بياخدنا لحته ايه بقى، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي. بالظبط، لان احنا عندنا مشكله، احنا عندنا صراع دايما بين النفس المدركه والنفس الحقيقيه والنفس المثاليه اللي احنا عاوزينها زي ما الدكتور قال. فلو احنا اصلا بنتكلم على الخناقه دي هنفكها ازاي، هو انت لو فهمت معتقدك في كل واحده وصنفتها صح، يعني بالظبط حطيت لكل واحده مسمى حقيقي. لكن احنا دايما كلنا عشان اتربينا في معتقد عايزين نكون الذات المثاليه، لكن الحقيقيه هي اللي بتبقى على ارض الواقع، فبتؤدي للتوازن اللي جواك. طيب حلو جدا بقى حته الذات الاساسيه او الجوهر بتاعنا. يعني احنا في الانياجرام دايما بنقول الجوهر بتاعنا ايه، وايه الحاجات اللي اثرت على خروج الجوهر، لان احنا بنلبس شخصيه مش بتاعنا. يعني انا ككوتش وانا بتعامل مع المستفيد بتاعي، يا ترى انا داخله بانهي ماسك؟ هل انا في حاله انفتاح معاه زي ما انا طالبه منه انفتاح معاه، ولا انا لابسه شكل الماسك بتاع الكوتش المثالي؟ احنا برضو حته التعاطف هي مش هتيجي من واحد مش حقيقي. ده حقيقي. انا هعلق على حضرتك واضيف لك نقطه يعني شفتها قريب جميله قوي. في دكتور مشهور اسمه فيل ساتش، ده كان عامل فيلم تسجيلي رائع ما بينه وما بين العميل بتاعه. الكلاينت بتاعه هو المخرج اللي عمل الفيلم. الفيلم بيقول في النهايه ايه؟ انا شبهك بالظبط، انا عندي نفس مشاكلك، بس انا قدرت اتجاوزها، فبديك التولز. وعمل كتاب اسمه ذا تولز موجود، الكتاب تحفه. يعني انصح كل الزملاء ان هم يتفرجوا عليه. اتمنى يكون حد معانا شاطر كده زي ايام الجامعه عمال يسجل ويدون، لان انا شايفه ما شاء الله في جواهر عماله تتقال، وده رزقنا جميعا. لان انا هقول لكم سر صغير، واحنا بنحضر انا والاستاذه الافاضل يعني كنا بنقول هنعمل بانل ازاي. فاتفقنا كده، يعني كان في اتفاق كده ضمني داخل كل واحد فينا، ولقينا بنقوله احنا يعني، ودكتور امير ربنا يشفيها معانا، ان احنا ايه؟ احنا ورزقنا. النهارده البانل دي هي رزقنا مع حضراتكم ورزق حضراتكم معانا. فاحنا مش محضرين يا جماعه، يعني هو فعلا رزق. فاتمنى برضو النوتس دي نكتبها، لان كله متسجل حضرتك. كله متسجل. طب كده احنا مؤمنين. مرتضى منصور موجود وتسجيلات معينه. طيب انا دلوقتي لو تقمصت بقى ان انا يعني ايه جايه اقول لكم بصوا بقى، انا خلاص مش قادره، انا تعبت، انتوا عمالين تكلموني بقى عن بيرن اوت وتكلموني عن ذات حقيقيه وقولي لا وافصلي نفسك عن عميلك، لا كده كتير. انتوا مش عارفين انا ازاي دلوقتي بدخل الجلسه، انا بقيت حاسه ان في شوك انا قاعده عليه، انا بجز على اسناني وبحاول ابقى لابسه البوكر فيس وقدام عميلي زي الفل. لا، انتوا لازم تقولوا لي حالا اعمل ايه. بعدين انا لسه قبل ما اجي دلوقتي اقول لكم سامع حاجه اسمها المرونه النفسيه. ايه المرونه النفسيه دي؟ هو قصدك هشد ويرجع يخبط فيا؟ لا معلش بقى، لازم تحلوا المعضله دي. هو ده حقيقي طبعا، وانا مقدره. عايزين ما تقولي لي بقى اسكتي وهدي نفسك واعملي مش عارفه ايه وخمسه رياضه وتاملي واعملي. لا خالص. هو بصي يا كوتش، انت بس البلان بتاعتك استخدمتي ايه استراتيجياتك علشان توصلي للاحساس ده؟ ايه هي استراتيجيتك اللي انت كنت شغاله بيها اصلا؟ ان انت بتاخدي من العميل بس، زي ما الدكتور ياسر كده كان بيقول، انت ابتديتي تشربي لغايه ما بقيتي بالظبط كده عامله زي القنبله الموقوته. ايه الاستراتيجيه اللي انت حطيتيها في الاول؟ هل انت قسمتي اهدافك مع العميل؟ هل انت اشتغلتي معاه على انك انت بتفرغي مشاعرك مع كوتش ليكي انت شخصيا؟ هل انت اخدتي بريك؟ مفيش وقت يا دكتور ياسر. يبقى لازم تستخدمي ايه؟ لا ما مش عارفه. لا بالعكس، احنا دلوقتي يا جماعه في نموذج في السي بي تي
كان يمكن يفيد كوتش داليا في الموقف ده. قال كان اسمه بريست. المهم ان هو بيبتدي بايه؟ بان انت بتشوف انت في البريزنت اللي هو الوضع الحالي، البريزنت اللي انت فيه دلوقتي حالا هو ايه؟ وبعدين تعمله لوك، تبتدي تبص انت هتشتغل بيه ازاي؟ ايه البلان اللي هتشتغل عليه؟ هل هو مشكله في توقيت او مشكله في اداره الوقت؟ هل مشكله في حط هدف الجلسه اصلا؟ ولا هل التشبع العاطفي من العميل؟ ولا هي مشكله الكوتش انه عمل اسقاط على العميل من جواه؟ هي المشكله كانت بادئه منين؟ وبعدين بعد ما بتعمل ده بتعمل انتراكتيف مع نفسك ومع الوضع اللي انت فيه. بعدين بتبتدي تاخد سافور الراحه المطلوبه علشان ترجع تاني تشحن طاقتك وتبتدي تستعيد طاقتك وتقول انا فعلا في بيرن اوت. خلاص اقف. يبقى ابتدي استخدم بعض النماذج زي ده من ادوات السي بي تي، هتفيدك جدا علشان ترجع تجو وتبتدي تشتغل من تاني. ومش انا اللي بقول الكلام ده روجرز والناس اللي اتكلمت في كارل روجرز والناس اللي زيه اللي اتكلمت في الجانب المهني كله قالت لك وانت خلي بالك وانت بتشتغل انت الاداه، انت التول. فطالما انت التول لازم تخلي بالك كويس قوي ان لو انت اللي وقعت مش تقدر تكمل. زي ما كوتش داليا بتقول انا مش قادر اكمل، وطبعا دكتور ياسر يقول طيب اسمح لي بس مفيش حاجه تانية تتقال خلاص. يعني اسمح لي حضرتك قبل ما يعني ان شاء الله رزقنا هيجي معاك دلوقتي. انا ارتحت. طيب لما ارتحت من الكلام هقول لكم بقى على استراتيجي انا ككوتش عملتها وجربتها. فكره الجورنالينج وفكره الريفلكشن وفكره حاجه انا بسميها الراحه البينيه. مفيش كوتش روبوت، يعني ما ينفعش اخد جلسه ورا الثانيه ورا الثالثه من غير ما ادي لنفسي فتره بريك. انا اللي محتاجه البريك. ال5 دقائق او ال10 دقائق مش رفاهيه، ده بيعمل كأن انا بعمل فاصله بوز لعقلي والايموشنز بتاعتي مشاعري عشان اعرف ادخل بعقليه ونفسيه جديده مع عميلي. لان انا بتعامل ايه؟ انسان، زي ما اتكلمنا في البدايه، انا انسان. فزي ما انا بحاول اساعد عميلي يبقى رحيم مع نفسه، يتعلم ازاي يكتشف نفسه يريحه وما يوصلش لبيرن اوت، انا محتاجه اطبق ده على نفسي الاول. ففكره ان انا امسك ورقه وقلم واكتب اي نوتس كنوع من الجورنالينج وافصل نفسي عن عميلي فعاله جدا. فكره ان انا اعمل ريفلكشن في اخر اليوم او بعد كل جلسه فعاله جدا. عارفين نظريه الطماطم او استراتيجيه الطماطم؟ مين عارفها؟ انا عارفه الكوسه. لا الطماطم بومودورو. هي بتتكلم احنا بنستخدمها في موضوع التعلم اللي هو ايه 25 دقيقه 5 دقائق بريك. انا الاستراتيجي دي انا شخصيا برضو جربتها ولقيتها فعاله. بس المهم ال5 دقائق بريك هعمل فيهم ايه؟ هعمل سكرول على الموبايل ولا هكلم حد تاني مع عميل او براجع جدول بقيه الجلسات؟ ما انا لسه كده من غير يعني بلا وعي مني داخله في البيرن اوت. لا، اكتشفت ان احنا محتاجين نعمل حاجه مختلفه تماما زي الاطفال. نلون، نتنطط، نشرب حاجه، نقوم نبص على البلكونه. والله جوزي هيشك فيا في الاخر لو لا انا والله. قمت اتنطط كده. بقيت نفسك بقى في حضرتك او حضرتك في البيت اللي بيشتغلوا اونلاين لازم يكون الباشمهندس اللي قالت كده. ايوه. فالفكره دي يعني الاستراتيجي بتاع الطماطم دي فكره ال5 minutes بريك احنا بنسميها الاستراحه البينيه، ودي مش رفاهيه. مش رفاهيه خالص. طيب دكتور ياسر برضو تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا احد الصحابه على ان هو بيكثر من العباده، بيصوم على الظهر على طول، تلاوه القران. فكان في حديث حلو قوي للنبي صلى الله عليه وسلم في الجزئيه دي. حاسه ان هي هتلم اللي احنا بنتكلم فيه وننط منها على العلاج بقى ان شاء الله. انا طالع من تجربه بيرن اوت اصلا كان شهر 4 اللي فات. يعني اندمجت شويه في الشغل ومره واحده لقيت مش قادر اتحرك من على السرير حوالي 50 يوم، لدرجه دكاتره العلاج الطبيعي والعظام والمخ والاعصاب كانوا بيجوا يزوروني في البيت. اتنين انزلاق غضروفي محترمين جدا بسبب الحاجات الورك شوبس اللي بنعملها اونلاين والسيشنز والكلام ده كله. فكان في سيمبتومز او في اعراض بتيجي، كنت ببقى حاسس ان في زي نمله كده مشيت كهرباء بسيطه لحد ما اصلا الرجل اليمين دي وقفت. الكلام ده كان في شهر 4.
كان لازم عمليه جراحيه فوريه، وكل الناس بقى ايه ده ضغطوا في كبار، ده مش عارف ايه، وتحول لجراح وتحول لكذا. فانا كنت في الحته دي، والحمد لله طبعا دلوقتي الامور مختلفه تماما، وما عملش عمليات ولا اي حاجه، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى والعلاج الطبيعي ثم العلاج الطبيعي، فالامور اتحسنت جدا. وحضرتك بتقولي الحديث ده، انا جه في بالي حديث هو انا من وجهه نظري ان هو احد اهم القواعد اللي سببها يعني الحمد لله الواحد في الحته اللي هو فيه دي، او بفضل ربنا كبير. وما كنتش اعرف ان هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما الحديث بيقول ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والقاعده دي او الحديث ده لما اخده واحطه على اي مجال في الحياه اتفكس بيشتغل. ما قل وكفى من الكلام خير مما كثر وألهى من الكلام. ما قل وكفى من الأصدقاء خير مما كثر وألهى من الأصدقاء. ما قل وكفى من عدد ساعات العمل ومن العبادات. حتى احنا عندنا 5 صلوات في اليوم دول الأساس. ويمكن حضرتك تقصدي ان كان في حد بيصلي الليل كله ولا يرقد، فالنبي انكر عليه. بيصوم الظهر كله ولا يفطر، انكر عليه. بيقولوا مش عارف اعمل ايه ولا اتزوج النساء، فبرضه انكر عليه. فالحته بتاعت ما قل وكفى خير مما كثر وألهى دي حته يعني ده مشروع وحاجه لو مشينا بيها وطبقناها زي ما بقول لك في اي مجال من مجالات الحياه هتلاقيها نافعه جدا. فهل ده السؤال اللي حضرتك بتسالنيه ولا ايوه، يعني حضرتك ما شاء الله مشاركتك لتجربتك الشخصيه حاجه ملهمه جدا جدا، لان حضرتك بدا يظهر عليك في العلامات الجسديه بتاعتك. بعض الناس البيرن اوت بيصل معاهم في حته فقدان الشغف، واللي هو احنا بنسميه في الصحه النفسيه ممكن يؤدي الى الايه؟ الدبريشن. انا مش قادر اقوم من السرير، انا مش عايزه اعمل حاجه. مع ان الشخص ده ممكن يبقى ناجح جدا على فكره، يعني الكوتش لو احنا تقمصنا شخصيه الكوتش هو ناجح جدا، اسمه مسمى، ولكن هو ما عادش قادر يعمل. طب ليه؟ لان هو دخل في مرحله البيرن اوت، مع انه عارف ان في حاجه اسمها بيرن اوت، لكن هو كان بيفكر نفسه يمكن بعيد، او لا انا بعمل حاجات على فكره كويسه بتخليني ما اوصلش للجزء السيفير بتاع البيرن اوت. ولكن هو حقيقه الامر احنا محتاجين دايما حد يفكرنا. فجاء بقى موضوع الصحبه الداعمه، السبورت سيستم بتاعنا. زي ما كنا بنقول لازم كل كوتش يبقى عنده المنتور بتاعه، علشان انا براجع معاه مش بس مهاراتي از كوتش جدارات بقى واللي احنا عارفينه، لا، انا محتاج كمان حد يرجع لي انسانيتي تاني، حد يفكرني او يساعدني افتكر ايه الحاجات الاساسيه والجوانب اللي انا بعيشها في الدنيا. فاكرين الويل اوف لايف؟ علاقاتي عامله ازاي؟ عباداتي، علاقتي مع الله عز وجل، لان دي رمانة اللذين. الجزء بتاعي انا مع نفسي، يعني انا دايما بقول لهم ايه؟ قليل من الانانيه لن يضر. يعني ايه قليل من الانانيه لن يضر؟ يعني انا محتاجه ادي وقت لنفسي، وقت لنفسي لعبادتي مع الله عز وجل، وقت لنفسي ان انا اراجع احتياجاتي ايه، زي ما حضراتكم كنتوا بتقولوا فكره البوصله والقيم واعرف نفسك. انا محتاجه اراجع نفسي، محتاجه اراجع نفسي حتى صحيا انا وصلت لايه. يعني دكتور ياسر ربنا يبارك في عمره وصحته قال ان هو بدا يظهر عليه علامات جسمانيه لسه شهر ابريل اللي فات. انا 2013 ل 2015 احضر الاطباء معايا مش عارفين انا عندي، مش عارفين، الجسم بينهار هو مش فاهمين، لان انا كنت دخلت في البيرن اوت ورافضه اصدق ان انا في بيرن اوت. كان قبل ما اعمل تعلم وقبل اي حاجه خالص. طيب يعني نفسيا وجسمانيا احنا بنتاثر. ممكن اكون عندي وعي او ما عنديش وعي، لان ما كانش عندي الوقت لنفسي اللي هو فعلا قليل الانانيه. زي ما كمان الدكتور ناديه كانت بتتكلم، احنا اتربينا على ده. فكره زي ما الدكتور سعاد كانت بتقول، فكره المثاليه، الطفل المثالي. انا كنت الطفله المثاليه، مدرسه راهبات فرنساوي، انتوا عارفين الراهبات بيربوا ازاي. في المثاليه دي خلاص ما ينفعش تغلطي، ما ينفعش تقولي لا. انتوا عارفين مهاره ان انا اقول لا، ما كنتش بعرف. بلس ان انا تايب 2 دكتور ياسر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فتايب 2 بقى ايه؟ القلب الكبير اللي هو بيساعد كل الناس. فلقيت ان انا محتاجه اتعلم مهاره اقول لا، احط الحدود زي ما دكتور سماح كانت بتقول، واحط الحدود مع نفسي الاول
عشان انا تو بيروح للاتشيفر. انا معرفش اعيش من غير ما اعمل. لازم كل يوم الصبح افتح ان انا بعمل حاجه، ان شاء الله اعمل كيك في البيت، المهم اعمل حاجه. طب ليه؟ طب انا محتاج اعمل سلو داون، محتاج زي ما بريني براون كانت يعني هي اسطوره في حته ايه؟ الضعف النفسي. اعترف ان انت ضعيف، لان احنا مخلوقين بشر ناقصين، عندنا ضعف، عشان كده احنا على طول في احتياج لله عز وجل. طب انا محتاجه ضعف، الضعف ده اعترف بيه، انا مش قادره النهارده. ايه المشكله ان انا لو تعبان جسمانيا ونفسيا اعتذر عن السيشن؟ ما ينفعش. المستفيد بتاعي يقول ايه؟ التزامي. طب وانت لما تعمل السيشن او حضرتك تعملي السيشن وبعد ما تضغطي على نفسك هتكملي ازاي؟ ما انت ممكن يجيلك اعراض جسمانيه او اعراض نفسيه وتفقدي شغفك وما تكمليش بقيه السكادجول بتاعك الاسبوعي. احنا مش بنعدي ساعات مع العميل ولا عدد جلسات في الباكج. هو العميل محتاج يشوفني انا انسان وبتراحم ازاي مع نفسي، وبكل بساطه بقول له انا تعبان. فمحتاجين دي الرحمه مع نفسي. طيب دكتور سماح، واحنا بنتكلم كنا بنقول على موضوع المرونه النفسيه. المرونه النفسيه وقلنا ان ده العلاج وهنختم بيه، فاتمنى من حضرتك تبتدي لنا بقى في المرونه النفسيه ودكتور ياسر يكمل معانا. هو اولا المرونه النفسيه دي هي فكره ان انت الاول تكون متقبل وضعك الحقيقي. فكره ان انا حاطط دايما ان انا المنقذ، سواء ايا كان التايب بتاعك في اي تصنيف، هي فكره ان انت حقك فين. اذا كنا احنا يعني امرنا ان احنا نعطي كل ذي حق حقه. وفي حاجه مهمه قوي قوي، كان المتنبي بيقول بيت شعر كده كان دايما بيستوقفني: من يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت ايلامه. يعني ايه؟ يعني اذا كنت انت ما هنتش على نفسك او هنت على نفسك مش هتهون على الاخرين. خلي بالك ان فكره انك اولويه دي ربنا اللي قالها لنا. ليه اللي قالها لنا؟ ليه؟ لان حتى واحنا بندعي له في ايه الكرسي بنقول ما لا طاقه لنا به. يا جماعه انت فكره الانانيه اللي تربينا عليها ده معتقد قديم خاطئ. فكره ان انا عايز دايما الصوره اللي يراها الاخرون خاطئ. فلما اجي انا دلوقتي اعرف ككوتش او كانسان ان انا في معتقد خاطئ لازم ابتدي اغيره واحده زي ما الكوتش قالت دلوقتي داليا، ان انا بدات اخد مهاره ان انا اقول لا، زي ما بالظبط خدت مهاره التحمل، زي ما بالظبط خدت مهاره القرار، فبالظبط زي ما خدت مهاره الانجاز في كل جزء. اذا هنبدا بمرونه النفسيه ان انا اتقبل وضعي الحالي، وبعدين احدد انا دلوقتي الستيب اللي انا فيها فين. هو انا في اعلى درجات الاحتراق ولا في النص لسه ابتدي يعني خطوه خطوه كده ابتدي احط بريك، ابتدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا انا فين الخطوه كان بيعمل حاجه جميله قوي كل يوم مع اصحابه. كان بيقروا سوره البقره ذهابا وايابا بعد صلاه العشاء. ليه؟ ده رواحه عن النفس، ساعه وساعه، ساعه عمل وساعه راحه. انت على قد ما تقدر تقبل وضعك الحالي وابتدي مانج بقى، دير. هي فكره انك انت بتدير الجزء بتاع يبقى عندك مرونه نفسيه. انا دلوقتي تعبان، ده حقيقتي دلوقتي، لازم اخد الستيب اللي جايه ان انا ارتاح، اخد بريك، اسافر كام يوم، اطلع عمره لو في مقدرتي، ابتدي اعمل اضافات صغيره للناس اللي بحبها، فاخد رياكشن طيب يبسطني. ده زي الناس اللي لما في رمضان كده كلكم يا رب في اكرم حال في رمضان رضانا عليها كريم جميعا يا رب العالمين واقرب الى الله، لما كنا بنعمل عزومه بقى ونعمل اطيب الطعام حتى في اشد الحاله. ولما كانت ستنا مريم بتولد قالت كلي واشربي، فاطعموا الطعام وابتدوا يعملوا حاجات لطيفه. قري عيني وقري عيني. يا ريت بقى يعني هاخد بقى من دكتور سماح الكلام العظيم اللي قالته لحضرتك نكمل ازاي؟ ورقه وقلم. في نموذج انا لما دخلت في البيرن اوت وليا زمايلي كتير من الكوتشز ناس متواضعه ومحترمه في دول مختلفه بيجوا يعني بيعملوا معايا جلسات مونترنج، فالناس يعني بتشوف ان ممكن يكون في حاجه، ناس متواضعه. ففي نموذج اسمه هيومن، فبيقول ايه؟ لو انت يا كوتش حاسس ان انت مرهق وتعبان، فاحنا التيم عملنا لك نموذج انسان. نموذج انسان ده كلمه انسان يعني هيومن، 5 حروف، كل حرف فيهم حاجه هنعملها.
حرف ال H hold your identity، اللي هو افصل هويتك عن العميل. مش معنى ان حضرتك بتنجح مع العملاء وبتعمل انجازات معاهم فتبقى مرتبط بالحته دي فافصل هويتك عن العميل. مش ما تجيش في اخر اليوم تقول ايه انا النهارده ما كنتش كويس في الجلسات فانا كده فاشل، انا النهارده ما حققتش انجازات مش عارف ايه فانا كده وحش، لان دي حاجه مع حاجه مع حاجه في الاخر خالص ايه بتوصل للبيرن اوت. فالاتش هولد يور ايدنتيتي، والاتش بعد اذنكم حاجه تانية humble جايه من هيوميليتي، خليك كوتش متواضع. الامام الشافعي بيقول ايه؟ كلما ادبني دهري اراني نقص عقلي واذا ما ازددت علما بجهلي. فانا ككوتش او كمتخصص مهم جدا ان انا اكون على ذمه رحله تعلم دايما، بتعلم من ناس اكبر مني وباخد المعلومات دي بطبقها على نفسي وبساعد العملاء بيها. ساعات كتير معظم الكوتشز او اغلب الكوتشز في البدايه بينتقل من عقليه الاكسبلورر المستكشف لعقليه اي نو ات اول، انا عارف كل حاجه. اوعى تقعد في الحته بتاعت اي نو ات اول دي كتير، روح بسرعه اتعلم. ياسر عنده 40 سنه، حضرتك عندك 60 سنه، عندك 50 سنه، عنده حاجه اقعد اتعلم منه. ياسر عنده 40 سنه، في ناس عندها 26 سنه 27 سنه بتشرح حاجه هو عايزها يروح ويقعد ستودنت تلميذ بيتعلم. فالحته دي مهمه جدا. ف هولد يور ايدنتيتي وبي هامبل اللي هي جايه من الهيومانيتي. اليو unload your emotions. العربيه لما بتبقى محمله كتير بتفرغ، فانت وانت في السيشنز بتحمل بايموشنز واعي او مش واعي. فبعد كل سيشن اقعد كده شويه 5 دقائق تنفس زي ما حضراتكم قلتوا، نتنفس، نكتب، نعمل جورنالينج او حاجه. ففي طرق كتيره جدا وانتوا اساتذتنا في الموضوع بتاع ازاي اي لود اعمل انلودنج للايموشنز او افرغ مشاعر. فدي الاتش واليو. الام انا مؤمن جدا بحته اداره الطاقه او اداره الذات مش اداره الوقت. يعني في تايم مانجمنت في الاداره وبندرسها للناس وعارفينها، بس الاهم ان تدير الذات، ان تدير الانرجي. فالام هي مانج يور انرجي. من الحاجات اللي انا اتعلمتها في الوقت بتاع التعب بتاعي اني طب ليه حاجات ورا بعض ورا بعض ورا بعض؟ طب ما كفايه مثلا 8 ساعات عمل في اليوم، الساعه 10 اخد حاجه، الساعه 1 اخد حاجه، الساعه 6 اخد حاجه، الساعه 10 تاني اخد حاجه. فمانج يور انرجي. اوكي؟ وحته البينيه ما بين الجلسات وبعضها. فده الام. بعد كده حرف الاي انكر مينينج. ارجع للمعنى. المعنى اللي حضرتك دخلت المهنه دي او الحته دي عشانه. انا دخلت عشان ايه؟ وانا بعمل ده ليه؟ ورايح بيه فين؟ وده تحت مظله انا وذاتي ولا تحت مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ فانت تحت، انت مركزيتك ايه هنا؟ مركزيتي ربنا سبحانه وتعالى ولا مركزيتي نفسي والايجو بتاعي وهو متضخم والحاجات دي كلها؟ كلكم عارفين الحته دي. فده حرف الاي. الاخير الان normalize being human. طبيعي ان انت انسان، وفي كونك انسان فطبيعي ان انت هتتعب. اول حاجه افتكرتها لما تعبت والتعب كان شديد جدا، افتكرت سيدنا ايوب وهو كان عنده 70 سنه وملك واولاد وكل حاجه راحت. وفضل قال لما مراته بتطلب منه ان هو يدعي ربنا وانت راجل صالح وبتاع، قال لها من علي بالعافيه 70 سنه. اوف ايه ده؟ من عليك بالعافيه 70 سنه؟ ما اعرفش ده هاتف كده جه ساعتها او حاجه جت ساعتها كده اهو، قلت انا بقالي 40 سنه عايش بعافيه وصحه والله اللهم لك الحمد والشكر. فايه المشكله ان انت تقعد شهر 2 3 4 5 6؟ فكان في بنقول عليه اكسبتنس، كان في قبول ورضا بان ده طبيعي. ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى يمكن حسن صديقي ربنا يكرمه وبشكره قدامكم كان دايما راجل معايا بيوديني الدكاتره ويرجعني، لاني ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه
فشكرا جزاكم الله خير. الدكاتره كلها كانت بتقول احنا مستغربين من سرعه التعافي بتاعتك، ورحت جبت عصايه، كنت بمشي على عصايه بايدي الاثنين وما بعرفش اعمل اي حاجه حرفيا، وبعدها بحوالي 20 يوم قلت لولادي، قلت لهم 20 يوم او شهر بالكتير والعصايه تترمي وهرجع الحمد لله احسن من الاول، وده حصل. فهي ايه؟ normalize being human. انت طبيعي ان انت تتعب، فانت you're not a superhero، انت محدود. شكرا لكم. ده نموذج اليوم اكتبوه عشان اسال. يعني طبعا اكيد حضراتكم لمستم عمق الكلمات. احنا مش عايزين نتوقف عند الكلمات، ولكن احنا عايزين ناخذ بقى مسار الايه؟ العمل، اطبق، وده المهم. انا انسان مخلوق من خلق الله عز وجل، عندي وظيفتين مهمين في حياتي: العبوديه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اعمار الارض. انا انسان ضعيف، ليا قدره محدوده. بندعي رب العالمين كل يوم بنقول ايه؟ ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. طاقتك ايه النهارده؟ وسعك ايه النهارده؟ الوسع متغير، النهارده غير امبارح، غير بكره، غير من 10 سنين، غير قدام. ربنا يدينا العمر وحسن العمل. فعشان الطاقه دي ابقى مستوعبها، اعرف نفسي، ارجع نفسي كل شويه للنيه. نيتي ايه من العمل؟ نيتي ايه وانا بشتغل وامتهن هذه المهنه؟ لان ده ايه يا جماعه؟ احنا هنسال عليه. احنا بنتعامل مع انسان مش مع مكن. الانسان ده امانه بين ايدينا، ربنا سخرنا ليه. زي ما قلت لكم، رزق ورزق. انا بتعلم منه زي ما انا بساعده ان هو يتعلم عن نفسه. انا محتاج اتعلم مهارات ايه كل يوم؟ او مين يذكرني بالمهارات؟ احنا امه ايه؟ تعلم، اقرا. واحنا امه جماعه، وذكر. صحبتي الصالحه اللي هي السبورت سيستم بتاعنا، مش لازم يبقى كله على فكره كوتشز، مش لازم يبقى دايما المنتور هو اللي بيقول لي. في شخص ثقه انا محتاجه في حياتي، ممكن يكون حد من العيله، ممكن يكون صديق، ممكن حد ثقه انا بلجأ له كل فتره، بس هو ايه؟ بيفكرني ويذكرني بانسانيتي تاني. رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. واحنا كلنا ايه؟ خطائين. فكلنا ممكن تنط انا حته. مين هيرجعني؟ هجيبها لك. احنا ان شاء الله بقى هنقول لكم فجأة في الاخر ان شاء الله تمام. طيب، فكرة الاستراحة البينية يعني اتمنى ان حضراتكم تجربوها، ويا ريت تبداوا بقى كل واحد يبقى عارف ايه اللي يقدر يعمله في 5 دقايق. ايه اللي هقدر اعمله؟ الون، ارسم، اتمشى، افتح الشباك، اعمل عباده تفكر. مجرد بس يا جماعه تبصوا للسماء الزرقاء، في انشراح صدر، استغفار. واحنا في ايام مباركه وداخلين على شهر رمضان، اقرا ايه من المصحف، اقرا جملتين من الكتاب، اي حاجه. المهارات، لا، عشان حدودك، لا افراط ولا تفريط. نحن امه وسط، فبلاش نبقى في حته الافراط فنروح لفين؟ للبيرن اوت، ولا التفريط برضه فنروح للبيرن اوت. فانا في الوسط، في معياريه لكل حد فينا، في مسطرات قياس. امتى هطلع وامتى هنزل وامتى هبقى استمر. يعني اتمنى تكون يعني البانل بتاعنا اساله. طيب، ايه اكتر جمله نورت معاكم قالها دكتور ياسر؟ اكتر حاجه لمستكم من كلام دكتور سماح؟ الحضور، الحدود. 3 لا. طيب، حد يعني علق معاه حاجه من اللي انا قلته؟ انا بقى عايزه يعني بقول لك كنت بتكتبك لي كده. انا وصلت بقى كنت بمشي على كرسي، في الشغل عندي. كنت بلف العالم بقى وبروح وباجي، وبعدين فجاه ابني كان الكبير مرض. فلما قعدت الدكاتره بيقولوا الميكانيزم بتاع جسمك كله اتلخبط، فجالي ضمور في العضل.
فمبقتش فعلا امشي خالص. فانا شخص انا تايب 3 اللي هو انت عايز تنجز وتعملي وتحققي. ففعلا دلوقتي لما احنا جالنا الوعي انا كده لازلت 3 يعني، واكتر كلمه طول النهار انجزي بقى، ايوه خلصي انجزي خلاص، بقعد اضحك على نفسي دلوقتي. ففعلا لما بيجي لنا الوعي بنقول ايه؟ بنبدا نتصالح شويه مع نفسنا. هو برضه اكيد بنجز وبرضه اكيد ورك اوليك، بس بعرف القط نفسي. يعني ده لما الوعي فعلا، انا بحكي لكم عن تجربتي حقيقه، بعرف القط نفسي وكنت بفطس اللي معايا. يعني هي فين منى؟ منى لما حضرتني وانا بشرح ايه يا جرام قدامي كده فهمت، انا كده فهمت. ففعلا تلاقي اللي قدامك يفطس منك. ازيك يا هبه الاسيستنت بتاعتي من سنين كده عمر، بس هي شافتني قبل التحول او اقصد قبل الوعي، فكنت حد بجد فظيع يعني. طيب اكيد وكل حاجه، ولكن لا، اللي عندك لازم يخلص. اللي قدامك بقى فطس، مات، جراله حاجه، ما كنتش بتفرق قوي. وزي ما كان الدكتور بيقول انا كنت مخرجه مشاعري. لقيت ان عندي حد قريبي مات، كانت ست طيبه قوي الله يرحمها، يعني داخله المحاضره حطيت على جنب الزعل، والله ما بهزر، ولما خلصت عيطت وشرحت المحاضره. كويس ان انت عيطتي اصلا، تشكري. الحمد لله. فانا بقول لهم ان برضه كتير حد يقول لي انت كويسه، المفروض ان حد في وضعك ده يبقى فيه ايموشن زعل. هو جوه انا موجوعه ومتضايقه، بس هو انا مش عايزه اظهره، مش عايزاه يعطلني. فانا كنت اكتر حاجه دلوقتي بدرس ازاي بقى نعمل بالانس ما بين حياتك العمليه وبين حياتك الشخصيه عشان ما يحصلناش الاحتراق. لانه حصل لي ببابا غنوج فعلا، يعني حصل لي بابعد يعني باسوء بدرجه الكانسر. وهو جالي منين؟ ما هو جاي من الاستريس اللي انا عاملاه اصلا على نفسي، في ان انا عاملاه اكتم في مشاعري، ابلع واكتم في مشاعري. فعافاكم الله دايما. فبجد خلوا بالكم من صحتكم النفسيه، بجد دي حاجه مهمه، هي امانه كمان عندنا. فاتفضلي. ما شاء الله الحوار ملهم، بس فكرني حاجه ربط القيمه الذاتيه او قيمتي انا الشخصيه بالانجاز اوقات كتير بيبقى جاي من طفولتنا. يعني لا هو جاي من طفولتنا. بالظبط، يعني حوار ايه اللي هو انا انت هتبقى شاطر لما تعمل كذا، لو عملت كذا هتبقى ماما هتحبك. فانا طلعت طول الوقت عايزه اعمل حاجات علشان انا هبقى كويس لو عملت الحاجات دي، مش عشان انا ليا نيه ثانيه في الحاجات دي. وده يمكن بيخلينا بقى نرجع لحته طيب ما نبدا باولادنا كمان نفصل قيمتهم عن انجازاتهم. ده حقيقي. انا بحبك عشان انت ابني، عشان انا بحبك، عشان انت ربنا كرمك، يعني خلقك وكرمك. مجرد كونك انسان اصلا موجود في الدنيا تستحق الحب، مش شرط انك تكون منجز او تكون عملت حاجه. اللي هو الحب الغير مشروط ده بنشوف في الجلسات بتاعتنا، ده احنا بنلقطه من كلام الكلاينت اللي بقى قاعد قدامنا، هو بيقول ايه، شاف ابنه ازاي اكتر. بجد شكرا لكم، يعني متشكرين جدا، استمتعنا، كان حوار رائع. افتقدنا الدكتوره اميره والي حبيبتي وهي ربنا يشفيها. اتفضلوا نتكرم. شكرا جدا لكم. اتفضل يا دكتور ياسر. دكتور ياسر ربنا يطمنك على والدتك. دكتور ياسر كان هيطلع معايا لايف